أنا اليوم عندك الشعب التونسي أصبح مريض، قزمونا، حشمونا، ذلونا، ومرضونا، وبكيونا. لو كانت مقابلة ملاكمة كنت ترمي المنديل، لا، احنا خاسرين وماذا بينا نرميو المنديل. وقف. السلام عليكم اصدقاء، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي نسمعوا فيه اول تعليق للتونسي فتحي المولدي، وهو تيبكي تيغوت معصب مفرقع على الخساره ديال المنتخب التونسي امام منتخب ضعيف اللي هو المنتخب السويدي ب5-1. تيقول لك شوفوا المغرب، وتيحشم تيهضر على المغرب وهو كيحشم، تيقول لك ما يمكنناش نقارنوا ما بين الكره المغربيه والكره التونسيه. المغاربه وقفوا البرازيل وحنا وحنا، ماشي وحنا غرقنا مع السويد. المهم الاخوان، فيديو زوين بغيتكم تستمتعوا به. ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس. الاراء ديالكم حول هذا الموضوع في خانه التعليقات. فتحي، ما نعرفش بنقول لك حظ اوفر. هذا طبعا شيء طبيعي، وحظ اوفر لنا جميعا كعرب، كليبيين، كتوانسه، جزيريه، مغاربه وغيرها. لكن اليوم نحن امام كبوه حقيقه، بخساره ما كناش نتوقعوها، بمنتخب عريق يستحق افضل من هذا الظهور. العبارات لينة اللي قلتها. أنا أمام فضيحة. أنا اليوم عندك الشعب التونسي أصبح مريض. قزمونا، حشمونا، ذلونا، ومرضونا، وبكيونا. قايمين على الفجر. شعب تونس وما أدراك، راهو رد بالك. تونس التاريخ، تونس الحضارة، تونس 7 مشاركات، تونس أول انتصار عربي إفريقي. يظل لي فما عباد ما حسيتش بحجم تونس، قيمة تونس، العالم متاع تونس يمثل شنو. نتفرجوا ماناش مصدقين، نتفرجوا وصلنا لحد هو نتكلم تحت رقابة فنيين، وهذا شعوري. وصلنا لحد وأنك بدقيقة 70 تقريبا لو كانت مقابلة ملاكمة كنت ترمي المنديل. انت خاسر، ماذا بيك تكمل تلعب الوقت ما يوفاش ومش تخلط. لا، احنا خاسرين وماذا بينا نرميو المنديل. وقف، ستوب، يجزي، ما عادش نجموا. ناس تبكي، ناس مضحية، ناس جايتك الغادي حتى ملايين وفلوس ودنيا وتعب، مش في الاخر يراو اشباح. يراو واحد على البنك ما هو فاهم منها شيء. بعد ماتش بلجيكا اللي خسرنا فيه 5-0، خرج عمل ندوة صحفية. في الندوة الصحفية تحدث مسؤوليتي وكذا ومن بعد بدل اللغة في المرة هذه، ولكن هو وتكلم باللغة الفرنسية بطبيعة الحال، لغته والإنجليزية، لكن قال كلمة برك بالعربي، كلمة فقط بالعربي. قال نحشم، سامحونا، نحشم على 5 متاع بلجيكا. ايش باش تقول لنا توا؟ وانا خرجت في التلفزه قلت بربي خرجها من قاموسك، كان نحشم ما عادش تحشمونا. قال لك لاش، هذيك الحشمه صغيره، هذيك حشمه وجهك يا حمار برك. هذه الحشمه هذه وجهك تخبيه، خبي وجهك، امشي تخبى. شنو عملت فينا؟ واللاعبين معناها فريق حومه، فريق فوضى عارمه، فريق بلا روح. تتفرج ماكش مصدق. راهو اللي صار البارح يدخل التاريخ الأسود للكرة التونسية. البارح يوم أسود في تاريخ كرة القدم التونسية. تقول لي راهو نحكيه على كأس العالم. أقول لك ما هي تحكي على كأس العالم؟ تونس البارح خارج العالم،
مش في العالم. 48 على اللي ريناهم برك 48 اخي بوحده تونس 49 حتى الفريق الجديد كوراساو والله العظيم يعمل لك كيف تلقائيه وناس تجري وناس كذا وترى وقليب وكذا ووصلوا واحد مع المانيا سامحني والمسؤولين تتفرج باش تغير وتعمل وكذا. اول ناس تتحاسب المسؤولين. صبري اللاموشي بالكش جاء خلع باب الاتحاد التونسي ودخل قال لهم انا ندرب تعطيوني توا الهديه هذه تهديوا لي كاس العالم. بالكش هو فرض لا احنا مشينا له. الناس اللي عينته كيفيه تعيينه على ان اساس تعيينه هو بطال فريق سعودي من الدرجه الثانيه نحاه معناها تخلى عليه. اذا الناس كل تتحاسب. اللي وقع للشعب التونسي هذا سامحني ما نقولش مش نقول كلام كبير ولكن لا يقبل تماما وهذه اهانه يجب محاسبه كل من تسبب فيها. في مستهل هذا البرنامج أشرت لتصريح وصفه البعض بأنك متشائم خصوصا عندما أشرت إلى أن صبري اللاموشي مش فاهم دايخ تقريبا بهذا صحيح. الإطار. وهذه كانت تقريبا مؤيد كانت تتذكر أنت في الحصة الأولى والثانية ما زلنا ما لعبنا حتى مقابلة. أنا ماذا قلت بالضبط؟ قلت 5-0 ضد بلجيكا ما تقلقنيش. ماذا يقلقني؟ وأنه صبري اللاموشي على بنك الاحتياط على بنك البدلاء كمدرب كإدارة للفريق وهو قدام كوتش يعرف حسيته دخل بعضه ما يعرفش يعمل ولا داخله بعضها ولا كبه داخله كبه خارج قيام ما عادش يعرف يعمل تغييرات. خوفني وقلت انا بالحرف الواحد صبري اللاموشي دايخ وهذا اللي يخوفني. يا اخي تاكد دايخ والبارح الناس كرته والناس اللي وكل لي انا قلت دايخ تو 5 ايام قالوا يلزم التنبير او ينبر علينا هاكم ريتوا ودايخ دوخنا عذبنا وبكينا. لو يستمع المسؤولين لكلام هذا ويرجعوا للناس اللي فعلا نقدت الفريق التونسي نقدت بحب يا مؤيد وانت تعرف انت ادرى صحيح. انا تونسي ونحب تونس ونضرب على تونس بالبونيه ما تضحكش عليا ندافع عليك لان الليل صلى الله نقول تونس مع تونس. اما حتى البارح في الحصه كنت تتذكر مع عبده قال لي شبيك قبل ماتش قبل الماتش قبل المقابله هاو حاضرين صح. قبل المقابله قال لي شبيك متشائم. انت مش متشائم انا واقعي مرات في حاجه كبيره راهو مع الاسف ضبابيه كبيره مع الاسف الضبابيه تاكدت. نسمعوا كلام اللي يبكينا ما نسمعوش كلام اللي يضحكنا. نسمعوا كلام اللي ينفعنا ما نسمعوش كلام اللي يهزلنا معنويات هي هابطه بطبيعتها. هذاك علاش سامحني مؤيد سامحوني الاولاد سامحوني الساده المشاهدين. أكيد شعور أي محب وأي شخص أي مواطن ما يتمناش ما يتمناش يعني هذه الخسارة اللي نتمنوا تداركها. كابتن جمال الخسارة هذه تشوفها بسبب يعني تكتيك معين بسبب عدم وضع التشكيل الأنسب ولا تشوفها بعدم تركيز ودهنية خارج التغطية؟ لأن اللي شفناه أمس أعتقد عدة عناصر ضبابية يعني. والله شوف يا مؤيد أولا نشكر الأستاذ فتحي على صراحته وعلى تفسيره للوضع اللي صار ونشكره على كلامه اللي ظاهر أنه نابع من قلب. لكن خلينا أنا باش نهدوا البلاطو شويه نتكلموا فنيا شويه انا وطوم باش يهدى الاستاذ شويه. انت رمان في الميزان. والله اللي يشوف النتيجه امس اللي تابع المباراه ويشوف النتيجه ما يشوفش ما يركزش على النتيجه كثير يركز على التراخي وعلى الانهزاميه اللي دخلوا فيها ماشي بعد تلقي في تراخي يجي بعد تلقي اهداف. مثلا تلقى الهدف الثالث تراخى الملاعبيه تاع المنتخب التونسي متراخين من بدايه المباراه ضايعين. يعني حتى نعطيك واحد النقطه مهمه حتى حارس كوراساو اللي تلقى 7 أهداف
تنقيطه احسن من حارس تونس اللي تلقى 5 اهداف. يعني شوف المفارقات اللي وقعت، يعني تشوف. والمشكل الكبير وين راه؟ المشكل الكبير انه المدرب كل اللي على دكه البدلاء يشوفوا في النزيف اللاعبين جالسين ينسفوا في الملعب خلاص. كانك في منازله وخلاص، نزيف ودايخ وتايهين يناظروا في السماء. ممكن تجي الحاله. ما فيش اسعاف من الطاقم الفني، ما فيش رده فعل، ما كاش رده فعل. حتى اللاعبين استسلموا قبل الوقت، انهزاميه. انا اسمح لي نكون قاسي شويه، اللاعبين ما احترموش تونس، ما احترموش المنتخب التونسي، ما احترموش الشعب التونسي اللي صار على جالهم واللي سافر على جالهم. سمحوا لي نتكلم على تونس لاني محب لتونس ونحب وقراب القلب المنتخب التونسي، لانه ممكن عندهم بقى لهم شويه، بقى لهم مبارتين يقدروا يداركوا الوضع. انا ممكن كلاعب ولا كمحلل نكون شويه ايجابي ونكون شويه يعني نتمنى الخير. عندهم فرصتين للتصالح مع نفسهم اولا قبل ما يتصالحوا مع الجماهير التونسيه، باش ممكن ينساو لهم الشيء هذا لازم يتاهلوا للدور الثاني، لانه دخلوا التاريخ من الباب الواسع، لكن بالعكس دخلوا تونس التاريخ الاسود في المونديال، وتونس ما تستاهلش الشيء هذا. في نقطه اشار لها الكابتن فتحي المولدي في بدايه الحلقه، خلينا نسمعوا هذه المقتطفات. مع التعامل صبري اللاموشي مع المقابله الاخرانيه ضد بلجيكا، انا ما تقلقنيش في كلمه، ما تقلقنيش ال5-0 ضد بلجيكا، قلقني تعامل صبري اللاموشي مع المقابله، لانه كان دايخ اكثر من الملاعبيه، ما عادش يعرف التغييرات باش يعمل. قلت اذا كان المدرب مازال ما قاش اموره هذا يخوفني، ولكن ديما احنا التوانسه نعيشوا بالامل. كابتن فتحي اعتقد ان الحديث كان قبل المونديال بالطبع، وشفناه مرسخ على ارض الواقع. مؤيد اهل مكه ادرى بشعابها. انا فعلا هي اهل مكه ادرى بشعابها، لكن في نقطه راي مهمه جدا. فتحي المولدي قال ايضا في تصريح اخر، قال احنا انهزمنا قبل الدخول للمونديال، ناخذ 5 ونخسر 5 ونخش للمونديال في مباراة ودية. أنتم كلاعبين وعشت هذه التجارب وديا، تسكين المباريات، اختيار المباريات. في اللي يقول لك أنا نبي نخش للمونديال، في مدربين نعرفهم وعشت معهم عن قرب، يدور في نوعية من المباريات تكون نقطة تفوق لي للمونديال. أكيد. مثلا نشوف حبيت تلعب مع بلجيكا، عندك كل الوقت تلعب قبل 3 اشهر المونديال، وبعدها لعب مع فريق ضعيف رفع به المعنويات اسبوع قبل المونديال، مثل ما فعلت الجزائر. لعبت هولندا حتى لو فزنا، لكن كنا يعني ما تندريش عن النتيجه في ذلك الوقت، ما تهمناش، لكن بعدها اسبوع قبل المونديال نلعب بوليفيا ونطبق اللعب تاعي ونربح ثقتي. لكن حتى المشكله ان هزمنا، شوف واش قال احنا هو عنده امل، لكن اللعيبه ما كانش عندهم رده فعل، تحس انهم استسلموا قبل الاوان. علاش؟ ما ندريش علاش. حتى اللي حب يخسر ما يخسرش بالطريقه اللي خسروا بها تونس. اللي حب يخسر مثلا يديرها بالعاني زي ما نقولوا بالعاميه، ما يلعبش مثل ما لعبوا هما. يمشوا الناس تمشي في الملعب، ناس انهزاميين، يسمحوا لي يعني كلاعب ونكون قاسي شويه، لكن ماشي هكذا تمثل البلد تاعك. الشعب التونسي راهو زعفان، انا رانا في تونس والشعب زعفان صحيح، ولهذا لازم يصالحوا الشعب تاعهم، وهذه ان شاء الله تكون لهم حافز وتكون لهم رده فعل على الاقل، حتى لو ما تتاهلش تكون عند رده فعل احسن من اللي كنت. احنا كنا غايبين في المباراه اللي راحت، والله كانت قادره تنتهي 9 إلى 8 أهداف. انا شفت المباراه كلها، كانت قادره تخلص 8 عادي، 7 عادي، 5 كانوا يعني سلكوا شويه، لكن تونس ما تخسرش ب5. من خاطر المقابله توقف 5 نتاع العشيه، 5 نتاع الصباح، دونك تونا 5. انا خايف على نلعب ضد اليابان توفى 7. لا ان شاء الله تكون ردة يستر الله، خلينا متفائلين. ان شاء الله ردة فعل. لا بربي سؤالك ممتاز، لانه يجاوبوا فنيين. هذا علاش انا ناخذ في اطار فني. ناخذ في اطار فني. بيلسا مدرب المدربين، اللي هو قرر بيب جوارديولا وقرر الناس الكل والكلهم يعترفوا له. هو الان مدرب اليوروغواي. تعرف شو عمل مؤيد؟ اليوروغواي تشارك في كاس العالم، قال ما نعمل حتى مقابله وديه، ما يشوفني حد وما نشوف حد، نمشي بمعنوياتي كامله. اختيارات، من بين الاختيارات وانه
تو انت مشيت كنت قاعد معناها عملت مقابله بلجيكا اللي كانت بطبيعه الحال ربما هي اللي حلت الباب، حتى السياده وكا معناها ولات خلاص ولات كيفها معناها قالت الخمسه بلجيكا خمسه حتى احنا وخمسه معناها مع الاسف ولينا تونس وما ادراك. والله يخذلونا، راهو شيء يوجع، راهو شيء يوجع. اكثر ما لفت انتباهي ممكن من المشاهد اللي تعيشها في المونديال. وقبل ما نمشي للمستر توم، لاول مره اعتقد منذ سنوات جميع المقاهي مفتوحه للصباح ولهزيز في الشوارع. حقيقه مشهد اتمنى يكتمل بصوره جميله. بالطبع، وهذاك على الاقل احترموا، هذاك على الاقل كنا نتمناو. علاش قلت لك شعب تونس راهو ما قامش مليح، اذا كان رقد فعلا ما قامش مليح. شعب تونسي قام مريض، لانه راهو في العالم الكل، مش ما نقولش تونس بقى، في العالم الكل شنو اللي خرج الشعوب للشارع؟ كرة القدم. كرة القدم. شنو اللي فرح الشعوب؟ كرة القدم. لكن مع الاسف فما شعوب تفرحها فرقها الوطنيه، واحنا عندنا فريق وطني مع الاسف خلى الشعب التونسي بدمعته. والله الشعب التونسي بدمعته، وذايا راهو ما يغفره لكمش الا اذا كان عملتوا معجزه عشان نجموا ننساو شويه. طيب مستر توم، ناخذ معك اطار فني وحتى يعني جوانب دهنيه لها علاقه بالامور الفنيه. امس شفت التصريح اللي عقب المباراه، المدرب اشار لنقطه مهمه، وانت مدرب وسيد العارفين. قال الخساره يتحمل مسؤوليتها اخطاء وجزئيات من اللاعبين فرديه، في اشاره او عدم او تناسي جزئيه انه هو ايضا احد الاسباب الرئيسيه. خساره يتحمل مسؤوليتها مدرب مسؤول ولاعبين. في البداية علي أن أقول أن السيد فتحي وجمال حقا أشاروا إلى نقاط إيجابية. لقد كنت في الملعب في بلجيكا وقد شاهدت المباراة هناك. لقد كان حقا محزنا بالنسبة لي أن أرى ذلك. حقا 42 ألف شخص كانوا في بلجيكا حاضرين، و8 ألاف منهم كانوا من التونسيين الذين حضروا المباراة. وقد شاهدت كيف أنهم كانوا حزينين للغاية. فتونس من أحد عمالقة كرة القدم الإفريقية، وفي أسبوعين متتاليين تخسر 5 أهداف. هذا حقا أمر يشير إلى انعدام الاحترام تجاه بلدك. ولكن كما أشرت هذه تحمل المسؤولية من المفترض اللاعبون وأيضا المدرب. فالذهاب إلى كأس العالم هو شرف لك كمدرب، فعندما تمثل البلد يجب أن تكون هذا أعظم شرفا بالنسبة لك. فأنت سفير للشعب ول11 مليون تونسي ولكل محبي كرة القدم، ولديك مسؤولية. وأول مسؤولية كمدرب أن تستعد على نحو جيد. كما قال زملائي قد كان من الخطأ أظن أن تلعب ضد فرق كبرى كبلجيكا. يجب أن يستعد الفريق من الناحية الذهنية حتى يذهب إلى كأس العالم بأفضل وجه ممكن. لقد دربت مالي في شهر يناير الماضي، وقد لعبنا ضد بوتسوانا وقبل البطولة. لماذا؟ لأن بوتسوانا كانت نسخة من زامبيا، ولكن أيضا لأن بوتسوانا سيكون خصما يمكننا أن نهزم. لم نستطع أن نلعب لأن الفيفا قد غيرت المواعيد المباريات، ولكن لم أكن أبدا لألعب ضد منتخب قوي قبل البطولة، لأن الخطورة تكمن في أنه في حال خسرت مباراة مهمة قبل دورة مهمة فقد تخسر الناحية النفسية. ولكن مجددا توجد مسؤولية أيضا للإدارة الفنية، فليست مسؤوليتي ولست أرى نفسي مؤهلا لأحكم على السيد اللموشي. ولكن ما علي قوله أنه إذا نظرنا بالتفاصيل فإن أشخاصا مثل ايزاك عليك أن تتوقع خصومك جيدا، خاصة من ناحية وسط الميدان، حتى لا تسمح لهم بتمرير الكرة من الدفاع إلى الهجوم. ولكن إذا لم تجد أي حلول فنية لم ترى الحب للمنتخب الوطني، ولكنك لم ترى أيضا الحلول الفنية لمواجهة السويد. وحتى إذا
حصل ذلك في أول 15 دقيقة كمدرب عليك أن تقرأ المباراة بشكل مسبق وتقرأ الحلول. لقد لعبنا ضد تونس من قبل وقد كان علي دائما أن أتوقع المباريات، وهذا هو عمل المدرب حتى دائما يجد الحلول في الناحية الآنية حتى يمكننا أن نتأقلم كلما واجهنا عقبات. بالأمس كان على اللاعبين أن يقوموا بردة الفعل، ثم عندما تتوقع يجب أن تظهر استعدادك الجسدي والنفسي والفني أيضا، وكل هذه الأوجه أظهرت أن أسوأ شيء حسنا كانوا موجودين، كانوا ذهبوا، ولكن أشخاص الذين يحبون كرة القدم وكل شخص في تونس، ليس فقط تونس، أظن أن كل العالم العربي وكل أفريقيا كانت تبكي أظن بسبب هذه النتيجة، لأنك تمثل قارة، تمثل شعوبا كاملة على مستوى عالي. والآن نحن نتوقع شيئا منهم في المباراتين القادمتين ضد اليابان وهولندا. حسنا على الورق هما أقوى من السويد، ولكن يجب أن تستعد من اللاعبين من الناحية الفنية أن تجد الحلول وأن تلعب بثقة مع الكرة. يجب أظن أن الخطر الحقيقية قادمة من الركلات الطويلة، وكما أيضا من اللاعبين الذين قاموا بالانتقال السريع. لذلك أظن أن كوراساو حسنا كانت تلعب ضد ألمانيا، أظن أنها لعبت حقا أخطر ضد ألمانيا مما لعبته تونس ضد السويد. طيب، انفرادا لبرنامج ملعب الوسط، وربما بعد أن ورد أو عفوا انفرادا لما طرح مؤخرا في المونديال، برنامج مساء المونديال، يلتقي الآن مباشرة الصحفي الفرنسي رومان مولينا، وهو أول من أعلن عن إقالة المدرب صبري اللموشي، ونستقبله الآن مباشرة في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك مستر رومان. هل يمكن أن تضعنا في صورة تفاصيل إقالة المدرب صبري اللموشي من تدريب تونس بعد خسارة السويد الثقيلة، لأنك الصحفي الذي انفردت بنشر هذا الخبر؟ شكرا لك على هذه الفرصة. كما تعلمون فإن آخر المباريات كانت هناك حقا مشاعر مختلطة. صبري اللموشي حقا لم يقدم أداء مميزا، وهذا ما جعل الضغوط عليه كثيرة خاصة قبل بداية كأس العالم، وهذا حقا يبدو أن الجامعة تفكر حقا جديا. لذلك أظن أن في نهاية المطاف يبدو أن الجامعة قد قامت بالأساس بإعلان أنها في وضعية صعبة مع هذا المدرب، والصورة تبدو حقا أنه يوجد أن الضغوط عالية عليه. يبدو أن العلاقة بينهما متوترة للغاية مع الجامعة بسبب الأداء السيء الذي قام به في المونديال في المباراة الأولى. لذلك أظن أن التطورات ستنكشف أكثر فيما بعد. طيب، كيف تم اتخاذ قرار الإقالة؟ يا ريت تعطينا توضيحات أكثر، ومن المدرب اللي سيخلف صبري اللموشي؟ إذن لا أستطيع الجزم بالمدرب الجديد، ولكن أنا واثق بأن القرار سيتم الإعلان عنه في الأسبوعات القادمة. حقا أظن أن ما حدث كان يمثل مفاجأة كبرى، ولكن لست واثقا مما سيكون البديل عنه. لذلك فإن
يوجد كذلك العديد من المعطيات والمؤشرات التي تتداول العديد من الأسماء، لذلك سننتظر ما ستسفر عنه الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك الصحفي الرياضي فرناندو، اللي أشار إلى نقطة مهمة متعلقة بإقالة صبري اللموشي، وهو على ذمة هذا الصحفي الذي أو رومان الذي أعلن هذا الخبر. كابتن فتحي، أعتقد أن ملعب الوسط التقط من قام بنشر أول خبر حول الإقالة. هل تتوقع هذه المعطيات ستكون على أرض الواقع ولا تصير متغيرات؟ هو قال قرار مفاجئ. أنا نقول المفاجئ هو أنه صبري اللموشي ما يمشيش. المفاجئ هو أنه صبري اللموشي ما يرحلش، مش مازال قاعد يعمل معناها هذا من الأمور المحسومة معناها لو تعمل صبر آراء 12 مليون تونسي يقول لك يرحل، المسؤولين يقول لك يرحل، انتهى. هل أنه صبري اللموشي وقت اللي يخرج في حجرة الملابس، وقت اللي يخرج في الندوة الصحفية وما عادش يقول كما قالت بلجيكا مسؤوليتي أنا، يقول أخطاء فردية، مازال ينجم يدخل حجرة الملابس؟ مازال يقابل الملاعبية؟ مازالوا يقبلوه الملاعبية؟ مازالوا ينجموا يقبلوه؟ أيضا نقطة تصريحاته الأخيرة اللي حمل المسؤولية كاملة للاعبين. لا ما عادش، انتهى، قطيعة، حتى اللاعبين يرفضوه. نأكد لك على حاجة، وأنه صبري اللموشي معناه ما عادش ممكن تماما، حتى هو شخصيا الآن مدرب جديد، لا مدرب ما نجم يكون كان حل وقتي تاع زوز مقابلات، يستحيل حل وقتي اللي هو منظر الكبير ونيس بوجلبان اللي هما موجودين في الإدارة الفنية للجامعة. في وهبي الخزري أيضا اسم مطروح. وهبي ماهوش مدرب، معناه ما عنده مش قيمة، معناه ما عندوش الشهايد العلمية والكفاءات وكذا. هو وهبي الخزري البارح معناه سامحني والله ملاحظتك، الحكم مشى ينبه عليه مرتين، كان متحمس أكثر من لاعبي. كان تبعت انا صحيح. تبعت المقابله مشى نبه عليه الحكم مرة، كان متحمس اكثر من اللاعبين معناها زمان. وصل صبري اللموشي قال في تصريح قبل، والله مسكينه لتونس، والله مسكين الفريق التونسي، تعرفش قال قبل؟ قال صبري اللموشي لو عندي الامكانيه نلعبه لانه مازال في فورما. قالها في تصريح اعلامي. يا ودي قداش هنتنا، قداش طيحت قيمتنا. مش معناه انا صبري نحبوه وهبي نحبوه الناس الكل، وهبي متقاعد عنده قداش؟ هذه قلة. قال لو عنده الاوراق وهذا راني لا امان هذا مازال يقعد معناه. المستر عنده ملاحظة. Yeah, for me, first of all, when he had the chance to play for Tunisia, يحصل على الفرصة للعب لصالح تونس، اختار اللعب لصالح فرنسا، وهذا أمر محزن. كمدرب عليك دائما أن تحمي لاعبيك، أنت الأب وهم أطفالك، إذا كنت تريدهم أن يثقوا بك فعليك أن تحميهم. كمدرب أنت تحمل تحت عاتقك العديد من المسؤوليات، أنت من المفترض ومن مسؤوليتك أن تحميهم. فإذا العلم إذا قمت بإعلان مثل ذلك ستخسر ثقتهم فيك، وحينما تبدأ بمهاجمتهم واللوم عليهم فهذا أمر محزن. من المهم بمكان أن تحميهم وأن تفوز بثقتهم. يمكن لك في غرفة الملابس أن تناقشهم وأن تتحدث معهم، ولكن حتى في غرفة الملابس لا يجب عليك أن تلومهم. فعندما تخسر ب5 أهداف في مباراتين متتاليتين، آخر شيء عليك أن تقوم به هو لوم اللاعبين، آخر شيء. طيب كابتن جمال، الأزمة تشوف فيها أزمة فنية وإلا أزمة متعلقة بالمجموعة؟ لأن من خلال حديث الكوتش، من خلال تصريحات فتحي المولدي، المسؤولية الكبرى تقع الآن على عاتق المدرب. أنت كيف تشوفها؟ هي الأزمة فنية راح إذا كانت موجودة ما راح تكون، يعني راح تكون 50-50 بين اللاعبين والمدرب.
والازمه بين المجموعه راهو مسكها وضربها على الحيط بالتصريح تاعو. يعني بالتصريح تاعو حين رمى الكره، حين رمى الخساره على اللاعبين، خلاص انت ماكش مسؤول هنا. انت ما تحملش مسؤولياتك كمدرب. واكبر المدربين بالشخصيه هو اللي يخرج ويقول انا اتحمل مسؤوليتي. لانه الان حتى غرفه ملابس، انا لاعب ما نتقبلكش انت في غرفه الملابس، لانك خرجت حاولت انت، يعني انت خاطيك واحنا اللي فينا المشكل. ممكن انا كمدافع ايمن راح في ظهر اللاعب وانت اللي قلت لي اطلع ما تخافش. انت كلاعب تشوف اللاعبين اليوم في المنتخب التونسي ضحيه سياسه وتكنيك مدرب، والا المسؤوليه مشتركه؟ ما نحولهمش جزء من المسؤوليه للاعبين، لكن المسؤوليه الكبرى تاع لان في حاجات مستغربه حقيقه. انت تعرف الشيء هذا، سبق ليك ومثلت منتخب الجزائر لسنوات، تحصلت على بطولات وليك رصيد كبير، ولعبت حتى مع لاعبين منتخب تونس ربما في اسماء تعرفها جيدا، حتى اللي موجود على الساحه. انا نعرف شيء قدام الكبار وقدام الأوروب تحديدا، خلينا من أفريقيا، التوانسة والجزيرية والمغاربة قدام الأوروب شكل تاني. اليوم أنت جيت قدام السويد اللي أنا شفته فنيا أقل من عدد كبير من المنتخبات. شوف، كاين واحد النقطة مهمة، قلت تقريبا كلش. السويد لم تحتاج لأي حلول هجومية خارقة لكي تسجل. برافو عليك. المباراة بالنسبة للسويد ما استعملوش القوة الخارقة كامل. يعني لو تشوف الهدف هذا اللي نشوفه فيه، الهدف الثالث، ضحك. اللاعب عنده كرة عطاها المهاجم، يلا سجل والسلام عليكم. وفي الأخير يخرج لك المدرب يقول لك لا مش أنا، المجموعة أخطاء فردية. أنا بالنسبة لي ما نشاطر الشيخ أنه المدرب هذا خلاص ما عندوش مكان في تونس. لا سامحني، جزء ملاحظات. يعني عطيت سؤالها. أولا الساعة ببالي العيد وفاء. تونس عطات 5 هدايا. شوف الاول، شوف الثاني، شوف الثالث، شوف 5 هدايا للفريق السويدي. 5 هدايا. معناها الفريق السويدي ما لعبش بمستوى اللي تقول انت معناها سامحني باش ما غلطوش العباد. 2 تقول لي مسؤوليه المدرب اوكي، مسؤوليه اللاعبين اوكي، لا، مسؤوليه اعمق. رد بالك، مسؤوليه هيكله كامله. كرة القدم في تونس، ردوا بالنا، شنو هي الملاعب اللي عندك انت في تونس؟ عندك ملعب واحد، ملعب راد. شنو هو الصنف الشبان؟ تكوين. شوف المغرب، شوف الجزائر، شوف البلدان كل الفئات السنيه، ولا ترشحنا ولا وصلنا، فما حتى خدمه. اذا المشكله هيكليه بالاساس، ما نقفوش عند المدرب واللاعبين، ولو انه المدرب ربي يسامح اللي جابه لنا. اذا اصدقائي اخوتي الاعزاء، كنتم تابعتوا معنا، كان هذا هو التعليق ديال الاعلامي التونسي فتحي المولدي، اللي يعني مرضاش، حس بالاهانه، حس بالظلم، حس بالحقره، حس بالتفرقيع، عيط طردق له الراس بسبب الاداء المخيب ديال المنتخب التونسي امام المنتخب السويدي. اضعف منتخب في المجموعه ديال تونس، اللي هي كان بالنسبه للمنتخب نصر قرطاج هو القنطره باش يقدروا يتاهلوا كمركز احسن ثالث في كاس العالم للدور التالي. ولكن دابا تقريبا ليهم غرقوا وبقى ليهم غير العنق. علاش؟ نسبه 99.99 ما غاديش يتاهلوا، لانهم عندهم منتخب ديال اليابان قاصح، المنتخب ديال هولندا قاصح، وما زاد الطين بله هو ان المنتخبين تعادلوا. يعني ضروري خصهم يربحوا في المباريات الجايه. يعني المباراه اللي تكون ضد مع تونس ولا مع هولندا، عند تونس مع هولندا ولا مع اليابان، غادي يعطيو يعني 100% واكثر من 100% من الجهد ديالهم للمنتخبات المنافسه باش يحسموا بطاقه التاهل بدون النظر الى يعني الى النقاط، يعني الاهداف والترتيب، لانه عندهم نقطه والسويد عندها 3 نقاط. يعني خصوم تونس في المباريات الجايه هيلعبوا بكثر من 100%، وتونس كيف ما كنعرفوا على قد الحال الله يحسن العوان، هادشي اللي عطا الله. قولوا الاخوان الاراء ديالكم في التعليقات، واش كظنوا على ان المنتخب التونسي قادر يديرها ويتاهل ولا لا؟ لايك، اشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.